فارق الحياة اليوم محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة في العاصمة التركية. يشار إلى أن محمد عبد الفتاح كان قد تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجة نارية بالعاصمة التركية أنقرة في 7 من مارس الماضي، ونقل على إسرائيل المستشفى في حالة خطيرة، وأجريت له عدة عمليات لكنه ظل في حالة غيبوبة حتى رحيله اليوم إلى رحمة الله تعالى. وكان محمد عبد الفتاح البرهان يقود دراجته النارية في أنقرة عندما صدم السيارة وسقط على مسافة أمتار من دراجته. وبحسب وسائل إعلام تركية فقد وقع الحادث في منطقة جولباشي أمام مبنى الأحكام الدستورية، ونقل نجل رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مستشفى مدينة بلكند حيث أدخل العناية المركزة، حيث أكدت تقارير إخبارية خطورة حالته. وأوردت وكالة أنباء دي اتش الخاصة اليوم الجمعة أنه توفى في المستشفى رحمه الله وأسكنه في سيح جناته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.